من الواضح أن النائب الدكتور صداح الحباشني استطاع أن يشق قلوب الأردنيين من اليوم الأول من وصوله قبة البرلمان بالعاصمة عمان. الحباشني والذي نجح في إيجاد جمهور له من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين لم يقتصر في ذلك على أبناء دائرته الانتخابية بمحافظة الكرك، بل حلق اسمه في جميع محافظات المملكة، الأمر الذي دفع الكثير إلى أن يطلق عليه نائب وطن. قدرة الحباشني على دخول قلوب الأردنيين جاء نابعا من تنبيهه لصوت المواطن وقضاياه، خاصة في ظل مناكفاته الشرسة لحكومة الدكتور هاني الملقي ومهاجمتها بشكل دائم ومستمر احتجاجا على قرارات رفع الأسعار وفرض الضرائب على المواطنين. الحكومة تجاوزت جميع الخطوط الحمر. انت يا ملقي رايح تدهور البلد، انت رايح تقضي علينا وتقضي على الشعب الأردني. ارحم الشعب الأردني، أنا بقول لك ارحم الشعب الأردني. انت من أول ما جيت كل مصايب البلد من وراك. اتق الله يا رجل، اتق الله في الشعب الأردني. الحباشني ما زال حتى الآن يحتل المرتبة الأولى من بين النواب في قلوب الأردنيين، وهو ما يعني أن أي منافس له يستوجب عليه مواجهة سياسات الحكومة التي أضرت بالمواطن وزادت من حجم فقره.